رجعنا من جديد في سبوريميكس نحكيو على الترجي الرياضي التونسي والاتحاد المونستيري مع احمد الصالحي، ملك بالقاضي، كمال بن خليل وعربي جابر. عربي نبدا معك انت. الترجي كأنه اصبح فريق معناتها امبريفيزيبل السنه، معناتها بعد المقابله نتاع باجا اللي الفريق معناتها الناس كلنا نستناو في الفوز على الاولمبي الباجي، الترجي يتعادل. البارح تقريبا كنا نستناو ماتش صعيب الترجي مع فريق ما انهزمش السنه لكن يعود بثلاث نقاط ثمينه من المستير. صحيح اسلام، الترجي يعني الروندمون نتاعو السنه ماهوش ستابل. يعني في المباريات الكبيره تلقى فريق حاضر معناها وعلى مستوى الذهني يكون جاهز، دونك علاش تشوف الليكيب تقدم يعني مستوى محترم. وفي المباريات يعني البطوله اللي معناها سامحوني في الكلمه معناها بين قوسين تكون معناها مستسهلين المنافس، معناها تلقى الفريق نوع اخر، وهذا معناها تدخل في تحضيرات المدرب والمستوى الذهني كيفاش حضر مباراته، معناها باش يكونوا جاهزين يوم المباراه. بالنسبه لمقابله البارح كانت صعيبه معناها امام منافس اتحاد مونستيري اللي قدم كره ممتازه البارح، لكن خبره الترجي من الاول فقط عربي بعد تراجع مستوى الفريق. اول ربع ساعه كانت ناريه من الاتحاد، بعد تقريبا تراجع شوي. الاتحاد الرياضي المونستيري نزل من الاول باش يسجل ويحاول معناها يستغل الضغط اللي مسلط على الترجي الرياضي التونسي. عليه شفنا معناها ريتم، شفنا ملاعبيه اونجاجي، شفنا معناها لي باس كورت، شفنا جاهزيه نتاع الاتحاد الرياضي المونستيري اللي بصراحه عجبتني انا على مستوى البدني، ملاعبيه حاضره، تكتيكيا حاضرين، فما ان ستيل دو جو معناها يليق بفريق كبير. بصراحه عجبني الاتحاد الرياضي المونستيري البارح، فما جمل كرويه ممتازه قدمها البارح. هذا ما يعكسش النتيجه اللي خسر البارح 2-0، لكن الاتحاد الرياضي المونستيري انا نشوف فيه فريق ماشي في ثنيه صحيحه ويقدم في كره ممتازه، كمش هو معنا مع ملعب التونسي افضل الفرق اللي قاعدين يوريوا في يوم المباراه في كره تليق يعني بالكره التونسيه. الترجي بالبارح ميطون الاول معناها ما كانش اكسيلون، معناها كان اكتفى يعني بال معناها في الدي باس، والا يعمل على يوسف البليلي، والا على معاشة يعني ديزيكسبلور معناها انديفيدويل، لكن هذا معناها ما كفاش باش يسجل هدف. بينما الاتحاد الرياضي المونستيري كان هو اللي معناها اللي فارض اسلوبه، كان هو معناها اللي ضاغط، كان هو معناها اللي يجيب في الاخطر. شفنا معناها مميش نحى ديباراد البارح، شفنا معنا ركنيات معنا كانوا يجيبوا الاخطر الاتحاد الرياضي المونستيري. اون دوزيام ميطون المدرب عرف كيفاش يصلح، معناها مسك اكثر كره، عمل دي شانجمون، عطاو اوكل نتاعهم. مره اخرى الترجي يعرف ينتصر في المباريات الكبيره بحكم معناها عندهم لاعبيه دو كاليتي كيما يوسف البليلي، كيما معناها يانساس، كيما يعني بوشنيبه دخل زاد عطى الاضافه، عرف كيفاش يسكر مباراه من بعد، معناها عرف كيفاش معناها يعمل تغييرات. هذه حاجه تحتسب للمدرب اليوم اللي يصلح روحه على مستوى التغييرات ولا يتعامل مع المباراه كما يجب، معناها مش كيما يقول له مخه. معناها لي سيتوياسيون دو ماتش تخليك تدخل دي ديفونسور باش تحافظ على النتيجه. جاب 3 بوان من مستير وقت اللي انت معناها مش في افضل حالاتك اليوم، تعتبر حاجه ايجابيه معناها للفريق. هاني قلت لك مباراه كانت صعيبه، ما كانتش سهله. المردود ما يعكسش انه الاتحاد المونستيري في فترات معناها بنسبه 70% كان افضل من الترجي الرياضي التونسي على مستوى الكره، لكن الترجي لعب بذكاء، الترجي لعب بالخبره نتاعو، عنده على مستوى الهجوم ما يخليه اليوم يجيب نقاط وقت اللي الفريق ما يبداش في افضل حالته. احمد بليلي كالعاده صنع الفرق. اكيد انا ما نشطرش عربي في بعض المعطيات. الاتحاد المونستيري باستثناء تقريبا ال 15 ولا 20 دقيقه الاولانيه قدم اسوأ مباراه ليه في الموسم هذا. لي كادر نتاعو الملاعبيه نتاعو كانوا خارج الموضوع، واهم شهاب الجبالي لا عاد ينجم يعرف يضرب كورنير، لا عاد يعرف يعمل سونتراج، كان بصراحه يعني بعيد ياسر على المستوى نتاعو. ورينا ردة انها مشيت حضرت الماتش، ردة الفعل تاع الجمهور تجاهه كانت معناتها عنيفه، رموه بالدبابز وهو زاد عمل رياكسيون، شدد الدبوزه اللي ضربوا بها الجمهور، رجع على الجمهور. رين احتجاج كبير من نجم نقولوا انتهت العلاقه مع الاتحاد، خاصه في ظل كلام انه اصبح قريب برشا من الترجي. والله انا كي سالت معناتها ما فماش حكايه الانتقال نتاعو للترجي التونسي. احنا كان معنا علي البحوري ناطق الرسمي، حتى سالناه وقتها على الكلوز ليبيراتوار، قال يتفاعل صحيح فما كلوز نتاع $200,000 لكن يتفاعل في الصيف مش توا.
لهنا معناها انا اسلام بصراحه على الروندمون اللي ريتهم تاع شهاب الجبالي البارح في ماتش الترجي الرياضي التونسي بعيد ياسر باش يكون هو يعني في مستوى انه يلعب في الترجي الرياضي التونسي للامانه معناتها نكونوا واضحين. ما انا مراش الملاعبي قادر يقدم حتى اضافه للترجي الرياضي التونسي خاصه بالمستوى اللي ريته فيه البارح. انا نرجع لحكايه بون البليلي ديسيزيف والترجي الرياضي التونسي اصبح يعني النتائج واحد مربوطه كثير بالاداء نتاع البليلي وعلى المستوى الفردي يعني ملاعبي ديسيزيف ملاعبي يكسبك مباراه. وهذا قلنا احنا البليلي مش تو باش نشكروه في بلاتو ديما نقولوا لي البليلي راهو ملاعبي فلته رغم اللي الرياكسيون نتاعو مع الراماسور ولا الملاعبي الاحتياطي تاع الاتحاد المونستيري رغم اللي هو تعرض للاستفزاز. جوستومون حبيتك نعطيه حقه فنيا هو تعرض للاستفزاز عليه لا فنيا ممتاز البليلي لكن حد ما يشك فيه. عندي جزء ثاني من السؤال لكن التصرفات نتاعو بصراحه نقطه استفهام. انا نعطيك رقم مثلا 7 بطاقات صفراء في 16 مقابله لعبها معناها برشا اللاعب يلعب في خط الامامي باش يغيب هو البطاقه الثالثه باش يغيب على الماتش الجاي بعد الطويل. اسلام راهم لي ستار هذوما والملاعبيه الفلاتات راهو دائما ما تلقاو ديما تلقى عندهم حاجات هكا خارج السياق تلقاهم معناتها عندهم حاجات تبعتهم هما. البليلي البارح راهو تعرض للاستفزاز بصراحه مش معقول زاد حسب ما قال هو بسق عليه احنا نحاضر في الماتش وقريب انا لاكسيون برشا اما زاد هذا ما يبررش انت الرياكسيون نتاعك باش تاخذ كارتون وتحرم فريق نتاعك من خدمتك في ماتش صعيب كونتر تطاوين. الاسبيرونس ديبلاسمون ماهوش باش يكون سهل ضد التطاوين اما بلاش ممليش والبلاد ويربح فيك في الماتشات شنو باش تعمل معاه؟ ستار لازمك تعرف كيفاش تجري ستار يعمل اللي يحب في العالم كامل اللي ستار تشوف انت رونالدو تشوف نيمار تشوف جوارات لا غالب فما ايجو لازمك تعرف كيفاش تجري. بالله خلينا ناخذ رايك انت كمان بنخلي في النقطه هذه انه لاعب يجيب لك في النقاط والماتشات معناها عادي تعطيه كارت بلونش يعمل اللي يحب معناها. لا مش معقول. انت كمسؤول كيفاش تتصرف معاه بين انه يجيب نقاط وبين معناتها بعض التصرفات هو جاي باش يخدم على روحه مش عامل عليا مزيه انا كفريق باش يجيب لي نقاط. هو اللي لا باش يجيب لي نقاط ويخلص اكثر من الملاعبيه الاخرين وقاعد ياخذ في الايكيفالون تاع مجهوده. دونك هذايا انه باش نسيبه بلغه جدودنا على طرق ذراعه امر مرفوض وما يلزمش. يعني اتاكون 7 بطاقات صفراء في 16 ماتش سيترو. دونك انا رايي الخاص انه الملاعبي يلزمه هو سورتو هو في تجربته وفي كاريره وفي اسمه يلزمه يتعلم يضبط روحه. معناتها تو ملاعبي صغير يفلت نقولوا اما انت راك البليلي راك ما شاء الله راك البليلي وما دراك معناتها مش اي ملاعبي خويا تي دوا تو كالمي. معناتها هو اسمه انت جبت الاساطير كريستيانو رونالدو مره فلت على كان تتذكروها وقت الاربيتر اعطاه الصفرة وهو مشى وراه يجري اعطاه الحمراء مشى وراه يجري وجبده اعتذر عليها من بعد وسيتي معناتها الديراباج الوحيد اللي عمله في حياته هكاك. الملاعبي كي يبدا عنده اضافه لفريقه مع الاضافه الفنيه يلزم يكون عندك انضباط على خاطر اذا كانت تتجاوز الى حدود لا تطاق راه باش تجي الناس نهار وتنبذك مهما كانت الاضافه الفنيه نتاعك. حاجه بركه كمل تفاعل معك حاجه بركه. نحب نرجع للقطه نتاع شهاب الجبالي. هنا احنا نلوموا على الجمهور كيفاش يعمل لكن اللوم الاكبر على الملاعبي. شنو تهز دبوزه وترجعها للجمهور ما يجيش معناتها ما يجيش. مارادونا وتسب مارادونا ما أدراك اللي الكو هو في ناحية في كفة والكرة في العالم في كفة وتسب ميسي وتسب شنو تهز دبوزة وتضرب الجمهور هذا كلام. عربي حبيت تقول أنا جوست ما ضد يعني الاحتجاجات نتاع ضد يعني على الحكام لكن تو معنا كي نسمع على يوسف البليلي معنا مع كامل احتراماتي للناس كل ورايها معنا فيهم اللي صحيح وفيهم اللي غلط. راهو يوسف معنا مش معنا من اول الموسم لتو هو معنا قاعد يحتج على الحكام معنا كل مباراه صارت في لقطتين او ثلاثه ماخذ 7-0 منهم صفر اخذها بالعاني باش يمشي معنا يحضر حفل التكريم تاعو في هذه خير على خير لا بالعاني باش يمشي يحضر عرس صاحبه. لا مش ياخذها افضل لاعب في لا مشى على عرس صاحبه في الدوله الجزائر فهمت. لا صوروه مشى على عرس صاحبه واش من حفل تكريم انا شفته في تحكيوا على زوج حاجات مختلفه ماهيش نفسها هذاك سنة تحكيوا على زوج حاجات مختلفه. اما وقتها ما خذاش صفر باش مشى للحفل هذاك وقتها. اي به دونك انا غلط به. نحكي على تو خذاه بالعاني ولا
عربي انت كنت ملعب فما لاعبين يهربوا من الديبلاسمونات الصعاب مثلا طويل كيما تطاوين مثلا نجم يكون ما تحسبها ما نتصورش حاله خاطر صار شفناه في مباريات لعب بون ديبلاسمون ومشى وكل شيء. ليه شوف ما نحبش معناه خاطر السنه اللي نسمعوا فيها على يوسف يعمل حاجه صغيره تولي حاجه كبيره وما تجيش الوكو احتجاج على الحكم تصير عاديه. لا البارح ما احتاجش على الحكم، اما البارح رياكسيون راهو مش متعمد انه البليلي ياخذ كارتون. الانسان وقت يسحق البليلي باش ندافعوا عليه لانه رياكسيون اللي عملوا بصراحه علاش تغزل معناها كان رياكسيون هوش عمل صح في رياكسيون ما عملش معناها حاجه جراف معناها فما شكون كان معناها مشى عمل له حاجه خايبه معناها على وجهه ويوسف معناها مشى يحكي معاه لا مش حكى معاه مشى اللي حتى الكلام مش يتكلم تو يولي مش معقول فهمني ولا رياكسيون هو سخون ينجم ثم سيكونس فيديو قاعده ريفيرونس في كره القدم العالميه. بيول كابيتان نتاع برشلونه ثم مره لاعب منافس بزق عليه وكي مشاو باش يدافعوا عليه وقتها ما شدوا ما خلاهم يدافع على الملاعب كي اغريسي اللي اعتدى عليه. لازم واحد يضبط النفس. ديما نقولوا راهو رده الفعل نتاع يوسف البليلي البارح ماهيش حاجه جراف معناها واحد عمل لك حاجه كمل يا بليلي. العربي جابر قال لك كمل ماهوش جراف اللي تعمل فيه كمل. مالك شعرنا فنيا في المقابله هذه في الموضوع هذا بليلي هو كلها رياكسيون راهو نحن نتصور نلوموا الاكسيون قبل ما نلوموا الرياكسيون. باهي انا مانيش معناتها نضرب معاه اما خويا اعطيني ملاعبي كي يوسف البليلي ودبر راسك حاجتي باش نعم بيك عاقل انا ما تعرفش تلعب على الاقل كي تجيب لي تراح ما يسالش حاجه تنسى في البطوله بليلي عندنا ذي المستوى اللي فيها هل استادات وما فماش جمهور وما فماش فلوس وما فماش لعب والغازون خايب والدنيا كل خايبه. نحمد ربي عندنا يوسف البليلي اليوم في البطوله التونسيه لولا الترجي الرياضي التونسي ما شفناش ملاعبي في قيمه يوسف البليلي اليوم يلعب في البطوله التونسيه. يا سلام وهو سي غراس البليلي باش يروح الترجي الرياضي التونسي وباش معناتها سهل الماتش من بعد. اليوم في البطوله التونسيه عندنا ملاعبي اسمه يوسف البليلي يمتع في جماهير اليوم في البطوله التونسيه عندك ملاعب يخلص ماهوش عامل مزيان. يوسف البليلي قاعد يخلص ماهوش عامل مزيان. اليوم الملاعبيه لتونس اليوم كي يجي يوسف البليلي اليوم البطوله التونسيه معناها اذا كله يرجع لفضل الترجي الرياضي التونسي ديجا حاجه باهيه للجماهير الرياضي. خلينا ندخلوا في لي سيكونس. الماتش سهل الاناليز نتاعو طرح الترجي ومستير فما مومون فور ومومون فيبل. في المومون فور ال 15 مينوت الاولى مستير ما كانتش افيكاس وهنا كما قالوا احمد وكما قالوا الناس الكل شاب الجبالي ما كانش كما يلزم. سورتو نعرفوا نحن معناتها في الكره شهاب الاكثريه في الكروار يعمل البينتريشن نتاعو سواء في البروفوندور سواء يعمل اسيست. البارح جاء في وضعيه نتاع يكون فينيسور معناتها بالراس هذيك لوكازيون ومن بعد بالطبيعه كورتين ولا ثلاثه. لكن لهنا نشوفوا اللي معناتها في المومون فور نتاع مستير مميش على كوره معناتها فسخ البونتو هذاك وكانت الاسبيرونس حاضره كما يلزم. تقريبا ماتش كوبي كولي من طرح ليتوال في سوسه. تعرف الاسبيرونس كي تبدا في كريز ديما تستحق ماتش تعمل فيه رياكسيون وترجع. طرح ليتوال نفس الشيء جابت 2-0 بريسك نفس الماتش هذايا وطرح مستير. دونك لهنا حتى كي جات الليكس نتاع حازم المستوري زاد جيمي تون في المومون فور نتاع الاسبيرونس وقت صارت ترانزيسيون رابيد حازم مستوري فسخها مميش. دونك بوتو البارح بوشنيبه زاد بوشنيبه كوبي كولي من طرح سان داونز اكيد تتفكروا الناس الكل نفس الاكسيون ونفس الفينيسيون. دونك مهم برشا ربح البارح الاسبيرونس. علاش؟ اول حاجه ترجع الكونفيونس بين الاطار الفني والجمهور رجعت زاد الكونفيونس المميش بالطبيعه لهنا تخلي كان ستابيليتي في ستاف تكنيك والجمهور والملاعبين. باهي خلينا نحكي شويه ماتش الكلاسيكو بين السي اس اس وكذلك النجم الرياضي الساحلي. كالعاده احمد الاتوال ماشي في ثنيه ممتازه جدا رجع في السباق بعد البدايه المتعثره. اي صحيح اسلام يعني بكل هدوء معناتها ومن غير ضوضاء ومن غير ضجيج. النجم الساحلي قاعد بشويه بشويه يقرب للصداره وتقريبا ما عادش يفصلوا على الصداره. كان نقاط عديده مش برشا نقاط تقريبا بينه وبين الصداره. يعطيه الصحه معناتها محمد المكشر كيفاش خذا الفريق يعني وكيفاش الفريق تبدل وجهه كريمون. معناتها النجم الساحلي تهز فريق وتحط فريق معناتها حتى على المستوى المعنوي على المستوى الذهني على المستوى التكتيكي. وانتصاره البارح على النادي الصفاقسي كان انتصار مستحق. في المقابل معناتها وضعيه النادي الصفاقسي تزداد سوء. معناتها النادي الصفاقسي لو يخسر ماتش ولا اثنين اخرين يلقى روحه يصارع من اجل البقاء. بصراحه ما تبدل المدرب جا الاسعد الدريدي يلقاه واقع يعني مزري وواقع معناتها صعيب ياسر في النادي الصفاقسي.
وان شاء الله الاسعد يهتدي الى الحل الامثل باش يرجع النادي الصفاقسي معناتها للسكه الصحيحه. السي اس اس في المقابل عربي وضعيه صعبه جدا للفريق، معناتها رغم تبديل المدربين الفريق قاعد يعاني. والله قلنا من اول عام يعني المدرب مشكل منه هو، رغم اللي المدرب معناها كان يقدم في اداء ممتاز موسم فارط يعني على مستوى الافريقي، الناس كل صبرت. بون المشكل حطوه في المدرب. اليوم جاء مدرب تونسي الاسعد الدريدي اللي ما عندنا فيه حتى شك وما عندنا فيه حتى اختلاف، مدرب يعني ناجح، عنده شخصيه قويه، خدام، يحب يوصل لبعيد. دونك حتى الامور يعني ما زالت مش ماشيه، يوريك اللي القيمه الفنيه نتاع الملاعبيه، رغم اللي يعني والله ديما واحد يحاول يدافع على الملاعبيه لو ماكس، لكن كي تبدا النتائج مش خايب، تبدا النتائج يعني ماهيش ماشيه في الاتجاه الصحيح، والا معناها تطويل على النتائج الخايبه، دونك تولي هنا جراف، معناها يوليو ملاعبيه يتحملوا مسؤوليتهم بصراحه. اليوم رغم اللي ديما نعاود نقول فما ملاعبيه معناها عندها اسامي ولعبت البطوله التونسيه ورات، لكن شنو المشكل اليوم؟ بصراحه مشكل كبير في نادي الرياضي الصفاقسي. انا من رايي انه نادي الرياضي الصفاقسي معناها يحاول يكمل الموسم معناها بوجه افضل من هكا، والموسم الجاي معناها يحاول معناها تصير فما تغييرات، لانه الملاعبيه هذيا ما تنجم توصل بها لبعيد. الملاعبيه هذيا ما عندها مدريفك يعني على مستوى البطوله، على مستوى الافريقي. ماك شفت الترتيب، هاك شفت معناها النتائج، الاهداف، طريقه معناها الهزائم ماهيش معناها ما تليقش يعني بالنادي الرياضي الصفاقسي اللي اسمه تاريخه كبير ومعناها وانتظارات الجماهير تكون اكبر. انا نرى انه معناها فما برشا ملاعبيه اليوم في نادي الرياضي الصفاقسي لازم تكمل الموسم معناها وتخرج على روحها، لانه الملاعبيه هذه ما عادش نجم تضيف. سمينا اسامي مثلا شكون؟ يا اخي اللي قاعدين يلعبوا، يا اخي احنا باش نحكيو. شوف انت كان انت اللي قاعدين يلعبوا اليوم مش قادرين انهم يضيفوا، معناها خلي اللي قاعدين على البنك ولا يخلي معناها اليور ليست. دونك فما بنسبه 60 معناها في المية من الملاعبيه نتاع النادي الرياضي الصفاقسي اليوم ما ينجموش يضيفوا حاجه للتاريخ النادي اللي هو عايش بالالقاب وبالتاريخ معناها وبالبطولات وبالكؤوس وبالليكاف. دونك الملاعبيه هذه لازم تكمل الموسم معناها في افضل حاله، معناها يحاولوا معناها يرتقيوا بالمستوى باش نادي الرياضي الصفاقسي معناها ما يخسرش عديد من النقاط، واخر الموسم تصير فما تقييم معناها كبير، ويصير فما معناها تقييم كبير. اللي يستحق معناها قادر يضيف معناها الموسم الجاي يكمل، واللي معناها مسؤوليته محدوده في الفريق، واللي معناها المستوى الفني نتاعو محدود، معناها اليوم هذا مش اول مره معناها باش ملاعب يجي وما ينجحش في فريق ويخسر ربي على روحه. كمان بن خليل كل ماتش فيه لقطه غريبه في البطوله نتاعنا. البارح شفنا لقطه من ايمن دحمان، ماتش ويكلو نعرفوا الناس الكل، بعض المرافقين الايطوال تقريبا ماتش كامل يسبوا فيه، بارامون وصلت مشاده بيناتهم باش تعمل ايمن دحمان. اذا كان شهاب الجبالي ضرب دبوس، ايمن دحمان طلع على المدرجات. شوف ايمن دحمان بوتيتر حاله خاصه بالنسبه لنادي الصفاقسي، باش نقول لك عليه. شهاب الجبالي الاولاني ما شاء الله وهو الهزيمه، ايمن دحمان قاعدين يعانيوا في ضغط كبير برشا عندهم مده، وهو بالذات اكثر لاعب باعتباره معناتها نجم الفريق وقائد الفريق والحارس المتالق وحارس المنتخب، يعني برشا انتقادات، واحنا لهنا معناتها قلنا مرتين ولا ثلاثة انه مساهم في بعض الاهداف، يعني ثم اهداف بطريقة مضحكة، فواضح انه الضغط اللي يتسلط عليه خلاه يرد الفعل مع ما نعرفش انا شنو عملوا له السبان واحد كيما حكينا على بلايلي بزق عليه ولا شنو هذايا، معناتها هذا ما يبررش. بوتيتر دحمان لو سول بوان معناتها الذي يشفع له ولا يخفف عليه بلغة القانون هو الضغط الكبير اللي قاعد متعرض له الفريق ككل وهو بصورة خاصة، لكن هذا لا يبرر معناتها التصرف نتاعو اللي يقعد ديما مدان. اسمع راهو شوف انا ديما يذكرني طلع في الجرادان عملها قبل عملوها 2 ولا 3 في تونس قبل عملها عبد السلام بوحوش على ما اعتقد، ونسيت شكون الملاعب الاخر، لكن اللقطه الاشهر هي نتاع إيريك كانتونا في مانشستر يونايتد، طلع واعتدى بالعنف على سيبورتير، تذكرها احمد؟ معناتها إيريك كانتونا وقت يلعب كابيتان ديكيب في مانشستر يونايتد مشى، دونك يصيروا هذوما وقتها مانشستر يونايتد قاعد يتعدى تقريبا 3 هزايم ورا بعض. اللي عملوا دحمان مرفوض، اعتقد انه معناتها الضغط، انا نقول معناتها انه ضغط كبير، ولهنا بربي انا حاجه ما فهمتهاش، ماذا بيا ملاعب يلعب كوره يفسرها لي. توا سي اس اس كي جاء الاسعد الدريدي، وانا نعرف اللي الاسعد الدريدي عنده وقت القدره على شحن اللاعبين، معناتها لو فولي بسيشيك باهي فيه الاسعد،
وعملت 4-0 مع في الكوب دافريك وجبت نول اللي هو معناتها في الاخر بالكل في الدقيقه 94 اللي مورالمون رجعك من بعد تيسيكوم بالشكل هذاك. خاطر البارح راهو تحس معناتها ثم ثقه مهزوزه ما فهمتش شنو السبب معناتها بعد معناتها اون برانسيب بديت تطلع انت بديت في عمليه الانقاذ شنو هو اللي يرجعك معناتها باش تعاود تي ريبلونج معناتها الماتش معناتها اللي لعبته في كاس الكاف يعني ماهوش ديفيرونس يعني المنافس لا نحكي للمورال ضعيف. لا المورال معناتها تجيب انت ان بوان من السي بي في الدقائق الاخرى دونك حاجه مهمه في ظل معناها الظروف تعيش فيها الفريق. بتات الاسعد معناها البارح حب يستغل معناها نقاط قوه معناها فما ضغط على الملاعبيه ماتش ويكلو امام نجم الرياضي الساحلي. تعرف انتصار امام نجم الرياضي الساحلي في وقت اللي ليتوال اليوم معناها تعيش في ظروف باهيه والفريق يعني ممتاز تخليك اليوم تعطيك ثقه اكبر. دونك هذا البوان اللي لعب عليه معناها الاسعد البارح حب معناها يربح 3 نقاط ويربح الثقه نتاع العباد معناها وينشيني بالماتش هذاك. دونك لكن اصطدم بواقع اخر اللي هو فريق جاهز. محمد مكشر قاري مليح الاسعد الدريدي عندهم لاعبيه معناها اليوم قاعدين يتطور الاداء نتاعهم بدنيا فريق جاهز افضل من نادي الرياضي الصفاقسي. دونك الواقع نتاع المباراه راهو حاجه اخرى. اليوم كل مدرب ينجم يحب معناها يعمل لو ماكس باش يجيب النقاط نتاعو ولكن راهو لجورجي كي تصطدم يعني منافس اقوى منك ما تنجمش تعمل حتى شيء بصراحه. مالك شنو عندنا في المقابله هذه؟ طرح ليتوال وسي اس اس ولا سي اس اس وليتوال بالطبيعه. ليتوال تعرف الشامبيونات في تونس ماناش نشوفوا في طون كبير بتاع كوره ولا نحكيو على كارديو نحكيو على مومون فور مومون فيبل. تستحق جوار ولا زوز يكونوا افيكاس تنجم توفي ترحك وتروح بفيكتوار من اي بلاصه في تونس. دونك لهنا نحكي على فراس شواذ هاللي الملاعبي اون فورم هو وسام عبيد تقريبا الاكسيون نتاع البونتو ومن بعد نرجعوا سي اس اس نفس الرياكسيون معناتها طرح السي بي لكن الريوسيت ما حضرتش به. ليتوال شوفوا معناتها لهنا الباس تاع لونغ باس تلعبت الفراس شوات ولهنا نشوفوا الريسبسيون تاع الكره في الاكسيون 3 منها ريسبسيون منها كونترول وديريكت رجع الكره الفادي وبعد بالطبيعه صار ديفياسيون وعبيد حتى في اللوبوزي معناتها في ال 90. دونك لهنا بطوله نتاعنا ما تستحقش برشا تكتيك وفليكسيبيليتي تكتيك وتمشي من شمال شمال. ظهر لي ملاعبي ولا زوز يكون افيكاس ظهر لي تنجم تروح بفيكتوار من بلاصه جوست تفاعل صغير سلام والله حتى الاولاد توا على بونتو البلالي نحبوا نرجعوا عليه بونتو البلالي حاطينيه ديجا يز من 10 ثواني نحكي عليه البونتو نحكي على البلالي في الاكسيون تاع البونتو لهنا نشوفوا بن حميده دخل الانتريور ونشوفوا لهنا الانفلتريشن التسرب نتاع يوسف البلالي سون بالون بالطبيعه الانفلتريشن ديما تصير من غير كره. ولهنا نشوفوا الاكسيون معناتها الجبري عمل استاسيون وعمل بوس صغيره للكره وعطاها للبلالي تقريبا سيكوندا الحكايه كما تشوفوا في الاكسيون 2. ولهنا البلالي لهنا قيمه اللاعب الفنيه معناتها فكر التايمينج هذاك تستحق برشا راهو ربط بين المخ والبدن حتى في اللوبوزي بونتو كمال بن خليل برشا يبعثوا لي في لقطه لا اخلاقيه قالوا لي عملتها في البلاتو عملت لقطه لا اخلاقيه انتم بحذايا ما شفتوهاش وشافوها انا كبرتها وبعثها لي انت كبرت بالله ثبتوا قول لهم انا دابور انا قاعد نحكي بدايه وشوفوا انا وصباع انا كي عملت هكايا انا وصباع هذا اللي فيه الخاتم دونك يجزيكم بربي يهديكم ربي يتلهوا بالمحتوى وبالكونتوني وسيبوا عليكم الحكايات الفارغه الباج اللي هبطت راني كبرت لهم التصويره ما نعرفش الكاميرا ناهي تغزر لي كاميرا كبروا التصويره وشوفوا انا كي نحكي عملت هكا هاي هذا يا صباح داكور دونك اريتي من التفاهات والسخافات هذه اخر جزء من الحصه نتاعنا اليوم.